كل سنة وانتوا طيبين. رجعنا بقى تاني نعمل وصفات حلوة وسهلة وسريعة ولذيذة جدا. قلت ارجع لكم بوصفة حلوة سهلة في الحر اللي احنا فيه ده، متاخدش وقت، وفي نفس الوقت هنلم شوية من بواقي التلاجة. كان عندي قطع بفتيك رفيعة، قلت اعمل فيليه تشيز ستيك. الاكله دي سهله جدا، بتعمل سندوتشات وبتبقى حلوه قوي، بما ان النهارده بقى اجازه بترمي كميات كويسه، وخصوصا لو في تجمعات وكده، وبتبقى حلوه قوي في موفي نايتس. يلا بينا اقول لكم على طريقتها ومقاديرها. هنحط اول حاجه معلقتين زيت في طاسه سخنه، معلقه سمنه مليانه، ويفضل مكعب زبده، يبقى احلى بالزبده. وبعدين قطعت قطع البفتيك بتاعتي شرايح بالطول زي ما انتم شايفين كده، وايه واديتها صدمه على النار، وعايزينها ايه ما تنزلش ميتها. وبعدين رحت حاطه لها ملح وفلفل وحبه جوز الطيب. الاكله دي الورشستر صوص مش اساسي فيها اصلا، يعني ما يفضل ان هي من غيرها خالص. اول ما نلاقي اللحمه بتاعتنا دبلت كده وشربت السمنه، نروح شايلينها ونبقى محضرين بصله مقطعه شرايح رفيعه خالص زي ما انتم شايفين كده، وبرده الفلفل الاخضر اروح مقطعاه ايه شرايح رفيعه. وبعد كده اروح حاطه البصل يتشوح مع السمنه والزيت في نفس الطاسه مكان اللحمه، يعني احنا نشيل اللحمه ونحط البصل وعليه ايه شرايح الفلفل، ونقلبهم لغايه اما يدبل خالص البصل. اول بقى ما تدبل البصله مع الفلفل بالشكل ده، هنروح مرجعه تاني اللحمه، واروح مديهم تشويحه كده سريعه مع بعض عشان اللحمه تشرب من البصل والفلفل. وبعد كده هروح حط عليهم اي نوع جبنه. في ناس بتحط موتزاريلا وفي ناس بتحط جبنه بروفولون، بس انا ما بحبهاش فبحطيت مكانها جبنه جوده. ممكن تحطوا موتزاريلا، ممكن تحطوا حتى جبنه رومي بس هتديها حدق شويه. ممكن تحطوا اي نوع جبنه بتسيح. وبعد كده انا حمصت عيش فينو، فتحته وحمصته، نروح قلبينه بقى العيش الفينو كده بالشكل ده على اللحمه بتاعتنا، ونروح ايه واخدينها في الساندوتش بالمنظر الجميل ده. وهتدعولي والله على الوصفة دي، من سهوليتها ما بتاخدش 5 دقايق في المطبخ، ما فيهاش اي تريكس، وهي لطيفة قوي. الاكلة دي حقيقي طعمها حلو جدا، وتنفع في الحر اللي احنا فيه ده، مش هتحتاجي انك تقفي كتير في المطبخ وكده. وبالهنا والشفا. متنسوش بقى تقولوا لي ايه رايكم فيها لما تجربوها. متنسوش تعملوا لنا فولو سبسكرايب.